صباح الخير، السلام عليكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الريسبشن الجميل عشان الشقة بقى كلها كبيرة. طبعا انتوا عارفين ان شقتي كبيرة. هعمل الريسبشن ده بس مش هنقول بقى ركنة ولا هنقول حتة صغنونة. اللي بيحب حاجة بيفخم فيها. والله العظيم انا عند بيتي الحمد لله صغير صغير، بس انا يعني بحبنا لبعض وان احنا كويسين مع بعض. الحمد لله، يا ربنا يديم الحب والسعادة في بيت المسلمين اجمعين يا رب. عمار يا رب، ويجعلنا راضيين عن كل حالنا. النهاردة هنشقلب بقى الركنة دي، وهنشيل كل حاجة، وهنشيل السجادة وهننفضها. طبعا لما بعمل روتين الأوض بقالي فترة ما بشيلش السجادة دي معاكم، فقلت بقى النهاردة ايه، شغل الغسالة كده واغسل شوية هدوم. طبعا الشتاء هدومه كتير وتقيلة، فانا قلت بقى اشغل الغسالة واعمل الركنة دي بس. يعني كان عندنا ايه، حاجة كده، فقلت اعمل الركنة بس واكمل معاكم الفيديو. بس قدر الله ما شاء فعل. والرجل هتتكسر بتاعة الكرسي، واستنوا بس استنوا، ده الفيديو ده هتلاقوا فيه مواهب. هنشيل كل حاجة بقى كده ونشيل السجادة. نشيل بس الحتة دي، هي مش فيها تراب على فكرة، انا اللي بزق من، هي عشان قطيفة بتلزق في السجادة بتيجي تشال بتعمل صوت، وانا مش بحب الصوت ده بيقشعر كده. انما هي الحمد لله مش، انا بغسلها بس عشان انا مشغلة الغسالة، وديتها عند الغسالة عشان هوريكم دلوقتي فوق. الركنة اتكسرت، بقول لكم الركنة اتكسرت. ينفع كده بقى؟ مينفعش. الركنة اتكسرت والحمد لله، الحمد لله على كل حال. فنكمل بقى مع بعض كده، هقعد اصلح فيها شوية، بس ايه يعني انا اللي هصلحها برضو، بس هجيب مفك. فقلت عشان الفيديو ما يطولش، ده بقى اللي خلاني إيه معرفتش اكمل والله بقية الفيديو. وحصل بقى ظروف ان انا خرجت وما كملتش، فقلت ايه، حلو الفيديو كده. فانا لقيت صامولة، فمش عارفة الصامولة دي بتتحط فين بصراحة. هي الرجل اتكسرت كده، اروح اجيب حاجة بقى واجي اعملها، بس مش هطول عليكم، انا هعملها أنا. كده كنت صلحتها على فكرة. انا بصلح كل حاجة، اي حاجة تبوظ الحمد لله انا بعملها لنفسي. حنفية، السباكة، البوتاجاز، الخلاط، اي حاجة تبوظ انا بصلحها. يعني انا بحب اصلح، يعني بحب افتكس. كده خلاص خلصت اهو. هنشيل بقى السجادة دي. طبعا الحتة اللي انا بحطها على السجادة دي بتحافظ لي عليها، بتخلي صراحة السجادة زي الفل. عشان كده طول الشتاء الحتة ديت يعني مرافقاني. بس انا لما شلتها المرة دي، ما انا غاسلة معاكم السجاد طبعا شايفين، فانا هضطر ان انا عشان هشيل السجادة دي واحط سجاد تاني، بفكر والله ولا اسيبها مش عارف إيه. انا بخرج السجادة بقى بره كده تتهوى شوية. هنكنس بقى التراب، نشيل فرش الأوضة دي. انا كنت عايزة بقى انفضها برضو واعملها، بس ايه يعني انا عملتها. هنزلها بقى الفيديو الجاي ان شاء الله، القطين دول. انا بصراحة كنت بحتار اعمل روتينات ايه، يعني بصراحة مش عارف. بس انا بشكر كل الضيوف الجداد اللي دخلوا عندي في القناة. إيه يا رب يسعدكم ويصلح حالكم، وبدعي لكم ربنا يجبر بخاطركم زي ما جبرتوا بخاطري، ويسعدكم زي ما سعدتوني. كل مشترك جديد بيخش والله العظيم والله العظيم بدعيله ان ربنا يجبر بخاطره زي ما بيجبر بخاطري، وبيخش على القناة عندي. ربنا يسعدكم يا رب. كده انا خلاص بقى، ده انا كده همسح بالفعل
بايه؟ دي اسمها القماشة دي انا بحب امسح بيها. جميلة، هي صوف جميلة. بتنضف، لو في بقعة في البلاط بتشيلها، شوف البلاط بيلمع ازاي. لو في بقعة في البلاط، بس اهم حاجة السيراميك ما تمسحيهوش بمية بس. مية بقى وديتول، مية وفينيك، مية وكلور، اي حاجة حطها على المية. ما تسيبيش المية بيضة، عشان بتخلي ريحة السيراميك زفرة. كده خلاص مسحنا اهو. هي مجرد ما بتعملي بيها كده بتخلي الدنيا زي الفل. خلاص كده. هن هنجيب بقى ايه الفرش بتاع الركنة ده نحطه، ونشوف. نجيب الفرش بس ايه، فرش للركنة بقى كده. هنجيب الفرش الابيض بقى عشان نحطه اهو. هنقسم بقى دي هنا ودي هنا، وكل واحد ياخد حقه، ونفرش بقى الحاجات ديت كده. تعالي انتي هغسلك مع الطقم بتاعك، مع ان ما كنتش حاطه الطقم بتاعها، بس ايه، اه احنا خلصنا ومشغلين الغسالة وخلصنا خلاص. نفرش بس السجادة. بقول لكم انا شاطرة، مفيش حاجة بتقف مفيش حاجة بتستعصى على حاجة. وتخلصي شغلك هتلاقي نفسك قمتي وفوتي وخلصتي وعملتي كل حاجة. افرش السجادة بقى. انا ممكن اعمل كل حاجة يعني. الحمد لله الحمد لله يا رب، بفضل ربنا وبفضل فعلا، والله العظيم فعلا فعلا والله. لما تذكري الله وتصلي ركعتين قبل ما تنامي، تقعدي تسبحي استغفر الله والحمد لله والله اكبر 33 مرة، كل كلمة منهم والله العظيم بتقوم الصبح ما شاء الله ما شاء الله. فيكي نشاط، يعني مش هقولك تهدي جبل، هتشتغلي في بيتك، بس تكون بنية ان انتي يعني مش بتقوليهم وخلاص يعني. بتقوليهم خالصين اولا من قلبك، ثانيا بتقوليهم ان انتي ربنا يديك الصحة والعافية، ان انتي تقومي الصبح تكملي وتشتغلي، وربنا يعينك على حالك، لان محدش هيعملك الا انتي اللي هتعملي لنفسك، محدش هيساعدك، لان محدش بيساعد حد. فاهمة؟ فكده خلاص خلصنا اهو. والله خلاص، وانا مشغله الغسالة على فكرة، بس مرضتش ايه ادخل الكاميرا ناحية هناك. فمعلش بقى اعذروني، واختكم في الله. يا ريت تعملوا لايك، تعملوا اشتراك، اللي ما دخلش القناة وبتفرج جديد يعمل اشتراك ويعملوا لايك. ويا رب يسعدكم ويفرح قلبكم ويكبر بخاطركم زي ما جبرتوا بخاطري، وتتهنوا وتسعدوا، امين يا رب العالمين. كده خلاص اهو. شو السجادة بقى زي الفل ازاي؟ اللي بتحافظ عليها الحتة اللي انت بتحطيها عليه، هي اللي بتحافظ لك على السجادة. ايا كان بقى، انت فوق انت تحت، اي حتة على السجادة وبتدخلك باب الشقة بتحافظ لك على السجادة. كده شوفوا بقى الجمال بقى، تحسي كده براحة نفسية ما بتعملي اي حاجة، ما تغيري حاجة من مكان لمكان. كده الترابيزة بتاعتها جت اهي. انا إيه المفرش الابيض في اسمر ده، انا ببقى ايه ساعات احط تحته واحد من المفرش اللي على الركنة، بيديها شكل احلى. كده بقول لكم خلاص بقى انا خلصت، لان انا مشغله الغساله. واعذروني على الفيديو الصغنون ده، بس انا ما بحبش اطول عليكم. واشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. اشوف وشكم بخير، اعملوا لايك واعملوا اشتراك.